على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. نقول لكل واحد شافني في الصباح نقوله صباح النور صباح الخير، واللي يتفرج على الفيديو في العشية نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فطورنا صيافي برشا زدا، هو من هنا القدام ديما فطورنا صيافي إلى أن يجي البرد. ربي يرحمنا ربي يحن علينا. مازلت عندي شوية من اللحم العلوش، خذيت 4 طروف باش نعملهم مصلي في الفور. وبالطبيعة اللحم البقري أو الغلمي معناها ما يطيبش فيه في الفور، تحبوا 3 سوايع في البلاتو. هذه أحسن طريقة، جربوها وتفكروني. حتى كان عندكم الدجاج فوحوه بزيت وبصل ونكتة ماء وشوية فلفل أكحل وشوية ملح وشوية كركم وشوية كليل وشوية زعتر وخليوه يطيب. منه هاكا الفحات يتغلغلوا يعني فك اللحمة وتطيب اللحمة بنينة، وك الصوص تولي طايبة. معناها أحسن من اللي نصبوا كل شيء على بعضه في البيت ونحطوه في الفور طول، حتى من اللحم يطلع مغسول هكاكا ما يطلعش بني. أوكا كما شفتوني مش نعمل دورة لكن الحماد في الكوكوت. أول حاجة نختصروا الوقت، وثاني حاجة تبني بنين. هنا وطاب اللحم. جيت لهنا عملت 3 كعبات بطاطا ابراج كما قاعدين تشوفوا، و3 كعبات الطماطم باش نقصهم هما زادا كيف 4، وكعيبه قارص باش ناخذ منها روندلتين وقرن فلفل باش نبنن به. بالطبيعه وحده ما يزيش، مش حتى اللي ما يزيش هو البنات يلزمنا شويه حاره شويه حويجه حاره. خذيت شويه فلفل هاكا شويته. جيت لهنا للمراس حطيت 3 سنون ثوم وشويه كرويه كعب وشويه ملح، وهرستهم ونقشر فيها شويه فلفل. وما نحيش اكل المحروق هذاك على الاخر باش تقعد فيه شويه ريحتك المحروق بتاع الشواط بتاع الفلفل، زعما هكا عملناها على كانو. ونهرس شويه فلفل هذية. وفي الصيف الناس الكل تحب السلطه المشويه، وقليل النهار اللي ما نعملوه سلطه مشويه، حتى كان ماناش مش ناكلوها في النهار هذاك وعندنا ماكل اخرى مطيبه لابد نعمل سلطه مشويه وناخذوا منها شويه والباقي نحطوه في الفريق وغدوه ابرك. يعني هي حويجه محبذه برشا، والفلفل متاع الصيف وحده مش كما فلفل الشتاء ما عندوش مطعم. حسيلوا البنات الواحد كل يوم هو حايرش مش ياكل، كل يوم هو حاير شنو هي الحاجه اللي باش ياكلها والدنيا سخونه تقتل. اليوم ما رحيتش في الاشوار او خذيت المهراز هكاك زاده يطلع بنين يهبل وما يطلعش مرحي برشا. شنو رايكم في الفطور اليوم؟ مصلي بالحم العلوش، قلت عملت صحين انا زاده ما عملتش برشا، الدنيا سخونه وما عادش ما ماكله بالقوي. معنا الناس كلها تتمسس وناس الكل تحب الشاي من الاخر. اما صحين سلطه مشويه كيما ذيه وصحين مصلي مش كبير يعني. بنا صافي بصراحه انا بالنسبه لي هك. حتى البلاتو مش كبير ليش نعمل فيه المصلي هكا. شوف قلت لكم باش نعمل صحن مصلي مش برشا والله. ولا البنات صدقوني المصلي يفضل منه برشا والسلطه مشويه بالطبيعه يفضل منها هذيك عاد. هاك هنا زينت البلاتو باكل 4 طماطم وكل قرايم فلفل، وصبيت من المرق متاع ذاك التختوخه اللي طيبت فيه اللحم، وكل روندلتين قارص وحطيته في الفور. هنا حطيت 3 كعيبات عظم هاكا يطيبوا نيبس فيهم باش نزين بيهم السلطه المشويه. وهنا حضر المصلي متاعنا بالطبيعه باش نحطه في صحين التقديم. بنا البنات بنا حتى مع الدجاج جربوها الحكايه هذيا، خيمه اللي تخلطوا كل شيء في البرد وتحطوه هكاك يطلع مسلوق اصل اللحم ولا الدجاج. اللحم بتوجه ما يطيبش الكلام يحب برشا وقت. هاكا في الكوكوط يتبنن ويطيب ويتكبس وتطلع اللحمه بنينه والمرق بنين. هنا هذه سلطه المشويه خذيتك العظيمات عملتهم هاكا كما تشوف كل كعبه في زوز. وهذا يفطرنا لليوم وان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله الطيب. وفي العشيه ذي تلقى دنيا سخونه حويجه كيا يعني مش ممروقه برشا وحويجه بنينه. ونقول لكم بالسلامه وباي باي.